تفتكر ممكن حد يخطفك عن طريق انه يشممك حاجه فتنام؟ الفيديو ده موجه للامهات، اعملوا منشن لامهاتكم، اعملوا منشن لامي. طول عمرنا بنسمع عن قصص الخطف المشهوره واللي بدات في الافلام وانتشرت بعد كده على جروب المامز وجروب العيله بتاعنا، لكن الغريب ان انا لما دورت لقيت ان كل دكاتره التخدير بياكدوا انه مستحيل حد يخدرك عن طريق انه يرش عليك حاجه، وده ليه اكتر من سبب. اولا، مواد التخدير صعب جدا الحرامي يجيبها، وده لانها بتتباع باوراق خاصه للمستشفيات، فلازم الحرامي ده يبقى واصل قوي. ولو افترضنا ان الحرامي ده قدر يشتريها، فلازم المواد دي بتدخل اجهزه حديثه بتبخرها وتمررها لمجرى التنفس، يعني محتاج جهاز عشان يخدرك. ولو افترضنا ان كل ده توفر، العمليه دي بتاخد من 5 ل 10 دقائق، ده انت لو متفق معايا يخطفك هياخد وقت اقل من كده. لكن ثواني، في طريقه فعلا ممكن تتخطف بيها، وهي تقريبا الطريقه الوحيده، وهي ان حد يديك حاجه تشربها ويكون فيها اقراص مخدره او حقنها بمخدر، وساعتها هيبقى انت اللي عايز تتخطف. فاعمل منشن لماما، قول لها ما تصدقش القصص اللي بتتقال على الخطف، واوعى تشرب حاجه من ايد حد